الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كل هذا التعطيل الذي عندك سينتهي مع الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. في الدنيا سترى الفرج، في الدنيا سترى الرزق، في الدنيا سترى التيسير. في هذه الدنيا إن شاء الله سترى كل فرج، وفي الآخرة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هل كل شيء يعني سينتظره في الآخرة؟ لا، في الدنيا سترى العجب من عطاء الله وفضل الله عليك بالاستغفار. فأكثر وأبحر وأبشر إن شاء الله. نعم، هذه الذنوب التي تذنبها بالليل والنهار حولها الله عليك تعطيل من الرزق، تعطيل من المال، تعطيل من كل شيء، أسحار، هموم، غم، نكد. لما بتتوب وتبدأ تستغفر وتلزم الاستغفار بالليل والنهار، اعرف إن الله سيفرجها عنك يقينا يقينا. هذه آيات صريحة. ولا يعذب الله مستغفر. فكل ضيق أنت تمر فيه إن كان مالي أو نفسي أو شيء، هذا ضيق، هذا عذاب. فالله لا يعذب مستغفر. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني ما فيش ولا أي تعب في هذه الدنيا، لا من هم ولا من غم ولا من نكد مع لزوم الاستغفار. لكن مشوارنا سيبقى مع الاستغفار حتى نلقى الله.